أبياتي عن آخر لحظة من حياة السيدة زينب، ونسأل من الله بشرف السيدة أم البنين وبجاه العقيلة زينب، وإحنا جالسين في هالمكان المقدس في مدينة رسول الله، يقضي حوايجنا وحوايجكم إن شاء الله. في اللحظة الأخيرة من حياتها مر عليها كل جرح عاشته من أيام رسول الله. زينب رأت جدها المصطفى وهي ذات 5 سنوات يحتضر ويفارق الدنيا. زينب رأت أمها الزهراء بين الباب والجدار، رأتها تلطم، رأتها تعصر، رأتها يصنع بها ما يصنع. الليلة وانت تمشي في زقاقات المدينة وانت رايح للحرم، حتى الأخوات المؤمنات غمض عيونك دقيقة وتخيل، شوف وين خيالك يوصلك. في أي مكان قنفذ كان يضرب الزهراء على متنها؟ في أي مكان في المدينة قنفذ جاء إلى الزهراء بصوته وأخذ يلوعها وهي تصيح وأبتاه ومحمدا؟ وانت داخل الحرم الشريف في أي بقعة أو من أي باب أو من أي مكان قادوا عليا ملببا بحمائل سيفه، حتى أنه التفت إلى القبر الشريف وقال: يا ابن أم، إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني. وفي المدينة في أي بقعة في أي بيت من بيوتات المدينة قذف الحسن كبده قطعا فذلك الطشت. وطلعت زينب من المدينة وراحت كربلاء وشافت اللي شافت. رأت الحسين يصيح: وحق جدي أنا عطشان، عطشان أبو السجاد. راحت للحسين وهو مكبوب على وجهه وقالت له: ودعتك الله، سفرتي صعبة وطويلة، يا حجاب صاني وناقتي عجفة وهزيلة. خرجت من كربلاء ورأسه معها على رأس رمح طويل والشمر يحدوها، وعادت إلى المدينة والحسين ليس معها. وفي آخر رمق من حياتها توجهت إلى الحسين وقالت: لو أنت بدمعتك هذه ادعي لي وادعي لك. قالت: لو حق آخر ضلع منك انداس بخيل، خلص عمري نواعي من الصبح لليل. وحق شهقة المحسن من وقع على الباب من قطعة وريدك وانا دمعي يسيل. وحق صفعة وجه أمنا يا أبو السجاد مالت شيلتي من شفتك انت تميل. وحق طبرة علي وكبد الحسن يا أخوي كرهت الماي قد ما شمر بيا يعيل. أنا بنت الأصل تالي أطب ديوان، أنا بنت الأصل تالي أطب ديوان، ويغنوا على جرحي وأنا بالتهليل. أنا ينشاف وجه الحج بالعباس، وانا اللي كان يستأذن علي جبريل. انا وياي يحكي الاخو خمار، وانا كنت احكي ويا الوحي والتنزيل. انا ينقال لي الخارجية هناك، كان يزيد لا يدعوها الا باسكتي ايتها الخارجية. انا ينقال لي الخارجية هناك، وانا الاسم قبل ينقال بالترتيل، وانا اللي من قبل يبرالي العباس مشيت مقيدة يا حسين بالزنجيل.
منو منكم بباله تمر يا ابو السجاد كل ما زاد والنزاد والتطبيل؟ ومنو منكم بباله تمر انوح بحال علي يضحكون ومني بايد حيل؟ ومنو منكم بباله تمر اجر وياي حبل والدم دمعي من بعدكم سيل؟ انا اللي صرت افزع بالخرايب وجروحي من الطق على جتوف كليل، وانا اللي صرت كل ما صحت يا حسين سطر خد الشمر فوق الجمل لهزيل. وانا اللي ما قلت كافي كافي كافي، زجر بالصوت ضربني وقال سكتي وانا ون بالويل. وانا اللي الشمس حرقت وجهي وابن زياد كل ما صحت هددني يرضني بخيل. وانا اللي زيد سبني وسب ابوي وقال ذليتك وظل يسكر ومالك فيل. وانا اللي يا مرقية وسكنه يا مظلوم رفساني الى ان مشي صار ثقيل. وانا اللي قبال راسك يا الاخو بالشام ظل يركض بخولي على الرمح الطويل. ولا اللي بالنعل يا حسين خدر انداز، انا اللي بالنعل يا حسين خدر انداز. وانا اللي ركضت عالشوك بالبرحيل. وانا اللي بالحلم ما مر ظل انشاف شافوا شكلي كل عصبة التضليل. انا زينب وتالي اوقف بديوان وعلي يزيد تاليها عصاته يشيل. انا زينب وتتشمت علي الناس وينطق شفي اللي كان للتقبيل. متى صارت يا خويا وشمر يمشي وياي؟ متى صارت يا خويا وشمر يمشي وياي؟ وانا اللي وياي اول يمشي عزرائيل. ومتى صارت زجر يسطرني والعذال علي بالشتايم والسباب تكيل؟ ومتى صارت يبخر زينب الدخان من حرق الخيام وانا من حرق الخيام وانا ريحة هيل؟ ومتى صارت الكفي يفصل ونحبال وانا مفصل الشرف لاهل الشرف تفصيل؟ سواها الدهر يا حسين وام الصون شافوا طولها يا اخوانها رجاجيل. سواها الدهر يا حسين وزينب ذيك شبعها الدهر سب وسبي وتطبيل. شبعها الدهر سب وسبي وتطبيل. قضى الله حوائجنا وحوائجكم